السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود العراقي من قناة جاست 5. يلا نبدأ حلقتنا على طول. نسمع ونتعلم الخمس جمل ونحفظهم كويس جدا خلال الحلقة. بس فضلا لا أمرا قبل ما نبدأ الحلقة، ياريت تدعموا القناة بلايك وسبسكرايب وشير، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات وخليه على الكل علشان أي حاجة تنزل على القناة توصلك إن شاء الله أول بأول. يلا نبدأ على طول، يلا بينا. You crossed the line. You crossed the line. Crossed a line. Crossed a line. Cross the line. Cross the line. You crossed a line. You crossed a line. You crossed the line. Crossed a line. Cross the line. You crossed a line. الجملة الأولى بتقول You crossed the line. You crossed the line. You crossed the line. الجملة معناها أنت تعديت حدودك. يعني أي حد تعدى حدوده معاك بالكلام اتدخل في اللي ملوش فيه، فممكن تقول له الجملة دي. وطبعا مش أي حد تقدر تقول له الجملة دي، ما ينفعش مثلا باباك، مامتك، مديرك في الشغل، يعني مش هينفع تقول له الجملة دي. You crossed the line. أنت تعديت حدودك. تعالوا نرجع نسمعها تاني. You crossed the line. Crossed a line. Cross the line. You crossed a line. Slip my mind. Slip my mind. Slip my mind, come. Slip my mind, come. Let's slip my mind. Let's slip my mind. Slip my mind. Slip my mind. Slip my mind. Slip my mind, come. Let's slip my mind. Slip my mind. الجملة التانية I slipped my mind. I slipped my mind. I slipped my mind. الجملة معناها لقد فقدت عقلي أو تاهت من عقلي. معناها مش فقدان العقل كجنون يعني، لا، معناها إن مثلا ساعات الواحد ممكن يتصرف تصرف غريب، بعدها بيفوق كده ويقول هو أنا كان عقلي فين وأنا بعمل كده. أو كمان حاجة مثلا تاهت عن بالك وعايز تفتكرها برضو، ممكن تقولها أنا دماغي مش فيا خالص. I slipped my mind. I slipped my mind. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Slip my mind. Slip my mind. Let's slip my mind. Slip my mind. Perhaps we should. Perhaps we should. Perhaps we should. Perhaps you should. Perhaps you should. Perhaps you should. Perhaps we 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 should. Perhaps you should. Perhaps we should. Perhaps we should. Perhaps we should. Perhaps you should. Perhaps we should. Perhaps we should. الجملة التالتة Perhaps we should. Perhaps we should. معناها ربما ينبغي علينا، يعني أمر معين المفروض تعملوه في وقت معين. مثال زي مثلا تقول إحنا المفروض كنا زورنا صاحبنا المريض. Perhaps we should visit our sick friend. وطبعا الجملة دي بنستخدمها في حاجات كتيرة جدا. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Perhaps we should. Perhaps you should. Perhaps we should. Perhaps we should. It was worth it. 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 الجملة الرابعة It was worth it. It was worth it. It was worth it. معناها كان الأمر يستحق ذلك. حاجة مهمة بالنسبة لك وبذلت مجهود كبير جدا علشان تحصلها، علشان كده تقول الأمر يستحق. يعني مثلا
رايح فسحة وانبسطت، فبتقول السفرية دي أو الفسحة دي كانت فعلا تستاهل أو كانت تستحق. It was worth it. وطبعا ممكن العكس، ممكن مثلا نقول الحاجة فعلا دي ما كانتش تستاهل. It wasn't worth it. تعالوا نرجع نسمعها تاني. It was worth it. It was worth it. It was worth it. It was worth it. It was worth it! Can I stay with you? 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 الجملة الخامسة بتقول Can I stay with you? Can I stay with you? الجملة معناها هل أستطيع البقاء معك؟ بتحب حد جدا ونفسك تفضل معاه على طول، فبتطلب منه هو ممكن أفضل معاك؟ وطبعا ممكن نستخدم الجملة بأكتر من طريقة وأكتر من موقف. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Can I stay with you? 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 تعالوا بقى نرجع نسمعهم كلهم تاني. You crossed the line. Crossed a line. Cross the line. You crossed the line. Slipped my mind. Slipped my mind. Let's slip my mind. Slipped my mind. Perhaps we should. Perhaps you should. Perhaps we should. Perhaps we should. It was worth it. It was worth it. It was worth it. It was worth it. It was worth it! Can I stay with you? 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 معادنا دلوقتي مع الهومورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعهم كويس جدا، وعايزكم تكتبوا لي في الكومنتس سمعتوا ايه حتى لو كتبت غلط. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you, shame. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you, shame. How do you feel? 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 وبكده خلصت الحلقة، يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة جاست 5. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات اللي جاية. كان معكم محمود العراقي من قناة جاست 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.